لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا في اعتقاد كل جمهور النادي الاهلي وكذلك جمهور الترجي التونسي، صفقه اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان وانضمامه للنادي الاهلي باءت بالفشل. عايز اقول لك ان هذا الكلام غير صحيح بنسبه 100%. عايزك كمشجع للنادي الاهلي وكذلك كمشجع لفريق الترجي التونسي تتذكر الفيديو ده جيدا، احفظ الفيديو ده عندك. النادي الاهلي نقل على الخطه بي، نفس الخطه اللي طبقها على اللاعب المغربي اشرف داري نجم بريست الفرنسي والوداد المغربي السابق. احنا كجمهور النادي الاهلي تابعنا الاحداث جيدا. في البدايه قال لك ان اشرف داري في النادي الاهلي، اشرف داري تابع حسابات النادي الاهلي وصفحاته ولاعبي النادي الاهلي. فجاه لنا اشرف داري بدون اي مقدمات بيلغي المتابعه لصفحات النادي الاهلي واللاعبي النادي الاهلي. كل جمهور الاهلي وجمهور الوداد المغربي في المغرب قال لك ان الصفقه باءت بالفشل، ابننا مش هيخوننا. طبعا ده بالنسبه لجمهور الوداد المغربي، واحنا كجمهور النادي الاهلي كالعاده توقعنا السيء وقلنا ان اشرف داري مش جاي النادي الاهلي. بعدها ب 24 ساعه لقينا النادي الاهلي بيقدم اشرف داري لجمهوره في التتش، وانكشفت الخطه بالفعل. صفقه كانت مفاجاه لكل جمهور النادي الاهلي وصدمه لكل جمهور الوداد المغربي في المغرب. ما كانوش يتوقعوا بالمره ان اشرف داري ابن النادي يخون فريقهم من وجهه نظرهم وينضم للنادي الاهلي. نفس الكلام ونفس الخطه بتنطبق في التوقيت الحالي على الموهبه التونسيه محمد علي بن رمضان. علي النعمه انت بتتكلم صح. وكل الاخبار اللي انتشرت في الساعات الماضيه ان الصفقه فشلت. طبعا انت لو جيت تشوف السبب هتلاقيه سبب غير مقنع بالمره. المشكله ان الاعلام التونسي نشر الخبر والاعلام المصري انساق وراه وصدق الخبر بالفعل. لازم تفرز الخبر. محمد علي بن رمضان وافق انه ينضم للنادي الاهلي، وكذلك الفريق المجري وافق على انضمام محمد علي بن رمضان للنادي الاهلي واتفقوا على كل شيء حرفيا. ودي كانت طلبات الفريق المجري من النادي الاهلي. النادي الاهلي يدفع 2 مليون و500 الف دولار وخد محمد علي بن رمضان، ولكن الفريق المجري شارط على النادي الاهلي انه يدفع المبلغ كاش. عايزك تتخيل معايا كده ان الخبر اللي انتشر في الساعات الماضيه ان النادي الاهلي ما عندوش سيوله. قال لك ان النادي الاهلي مش عارف يدفع للفريق المجري 2 مليون و500 الف دولار، اللي هم بالمناسبه بالنسبه للنادي الاهلي 2 جنيه ونص فكه، في ظل ان النادي الاهلي في خلال الساعات القليله الماضيه انتعشت خزينته من مواقع التواصل الاجتماعي فقط باكثر من 20 مليون دولار. وكذلك الاتحاد الافريقي باعت للنادي الاهلي 5 مليون دولار نظير التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا اللي كانت على حساب فريق الترجي التونسي، بخلاف ملايين الدولارات اللي بتدخل للنادي الاهلي عن طريق الاعلانات، بخلاف الفروع اللي بيدخلها اعضاء وجماهير النادي الاهلي. الاهلي حرفيا بيخشوا له فلوس من الهوا. عشان كده عايزك كمشجع للنادي الاهلي تحسبها بالعقل. ازاي بعد ما خزينه النادي الاهلي انتعشت بكل هذه الملايين من الدولارات ما عندوش سيوله؟ بخلاف ان انا ما كلمتكش عن ال 4 مليون دولار اللي دخلوا من وراء محمد عبد المنعم وكذلك احمد عبد القادر وانتقاله للدوري القطري واليو ديانج. انتعشت خزينه النادي الاهلي بسبب كل هذه الامور. في الاخر يطلع يقول لك ان الصفقه فشلت لان النادي الاهلي ما عندوش سيوله. طبعا انت اكيد بتسال كمشجع للنادي الاهلي وكمشجع للترجي التونسي ايه اللي يدفع النادي الاهلي انه يلجا للخطه دي اللي طبقها على اللاعب المغربي اشرف داري. عايز اقول لك النادي الاهلي مش عايز محمد علي بن رمضان يدخل في مشاكل مع جمهور الترجي التونسي، خصوصا وان منتخب تونس محمد علي بن رمضان كلنا عارفين انه منضم لقائمه منتخب تونس اللي هتخوض مباراتين في التصفيات المؤهله لبطوله في شهر ديسمبر من عام 2025، واللي هيبتديها منتخب تونس امام منتخب مدغشقر 5 سبتمبر المقبل، وبعد كده هينقل لمباراه منتخب غامبيا 8 سبتمبر المقبل. وجمهور الترجي التونسي كلنا نعلم جيدا كجمهور النادي الاهلي انه دايما جمهور مزعج، مع احترامي لكل جمهور الترجي التونسي، ومتعصب جدا جدا على ابنائه، لان كلنا عارفين ان محمد علي بن رمضان هو ابن من ابناء فريق الترجي التونسي، والنادي الاهلي مش عايز يخلق مشاكل. عارف ان الترجي التونسي هيلاعب النادي الاهلي اياب، منتخب تونس هيلعب ايضا في شهر 10 وكذلك في شهر 11، ولكن هيكون عدى وقت كافي ان جمهور الترجي والجمهور التونسي ينسى اللي عمله محمد علي بن رمضان، خصوصا بعد ما الكاف اعطى مهله للنادي الاهلي وكذلك نادي الزمالك. يعني حاجه جت على طبق من ذهب ان الكده يفضل مستمر حتى 12 سبتمبر. النادي الاهلي عنده فرصه سانحه، وبالتالي محمد علي بن رمضان احتماليه كبيره جدا انه يصل القاهره 9 سبتمبر لاجراء الكشف الطبي بحد اقصى وتقديمه لكل جمهور النادي الاهلي 10 سبتمبر. كمان تبقى مفاجاه لكل جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي مش عايز يدخل في صدام ويدخل محمد علي بن رمضان في مشاكل قبل مباراه السوبر الافريقي امام نادي الزمالك 27 سبتمبر المقبل. خلاصه الكلام، عايزك كمشجع للنادي الاهلي وكذلك كمشجع لفريق الترجي التونسي تتذكر الفيديو ده جيدا. احفظ الفيديو ده عندك علشان هترجع له بحد اقصى في 10 سبتمبر او 11 سبتمبر لما تشوف النادي الاهلي بيقدم لاعبه الجديد محمد علي بن رمضان في التتش لكل جمهور النادي الاهلي. مش عايزك تغفل ولا تنسى خطه الخداع الاستراتيجي اللي بيعملها النادي الاهلي واللي عملها في صفقه اللاعب المغربي اشرف داري. سلام.